السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حسون يتكلم. الحلقة بتاعت النهاردة كنت عايز أتكلم فيها عن واحد من أهم وأكثر أنواع الاستثمارات المضمونة، اللي من وجهة نظري الشخصية هي بتكسب بس ومستحيل تكون بتخسر. وطبعا إن حد يتكلم عن واحد من أنواع الاستثمارات بالشكل الواثق ده فده ضرب من ضروب الجنون يعني. ولكن بالنسبة لي هو الاستثمار في التعليم وتطوير ذاتك، بالذات في الفترة بتاعت بداية حياتك، أو شبابك يعني. من فترة كنت باتناقش أنا وكذا حد من الأصدقاء يعني عن فكرة إيه أحسن حاجة ممكن تحط فيها فلوسك، باعتبار إن الواحد يعني أخيرا بدأ يقبض فلوس. صحيح دي ما تعتبرش فلوس، بس بما إنك يعني بدأت تاخد أول مرتب في حياتك، فطرحنا أنواع مختلفة من الاستثمارات، منها طبعا الحاجات اللي هي حرام، فأنا مش حابب إن أنا أذكرها لأن بيدخل فيها شبهات الربا وما شابه ذلك، وده موضوع لا نقاش فيه إن هو بيفسد كل حاجة هو بيدخل فيها يعني. ولكن مع ذلك كل واحد أدرى بظروفه، فكمل الاحترام للجميع. لكن الحاجة الحرام فأنا مش جاي إن أنا أجادل فيها يعني. والحقيقة لقيت إن معظم أنواع الاستثمارات متقلبة، وده طبيعي طبعا في عالم التجارة أو الاستثمار يعني، وبتخضع لحاجات كتير. فأنت كل نوع استثمار لازم تدخل فيه لازم تكون فاهم ودرسه بشكل كويس ومن منظور اقتصادي، حتى لو بشكل مبتدئ، أو الخيار البديل إن أنت يكون معاك حد أنت بتثق فيه ويكون هو اللي بيوجهك أو بيساعدك في نوع الاستثمار اللي أنت بتعمله. لكن بالنسبة لي من الحاجات اللي أنا لمستها، ويمكن زمان اتقالت الجملة دي في واحدة من السيشنز اللي أنا حضرتها يعني، لكنها كانت بالنسبة لي حاجة ساذجة، لأن أنا بالنسبة لي الاستثمار هو فكرة إن أنا بحط مبلغ معين من المال، وبتيجي بعد فترة باخد زيادة عليه يعني، أيا كانت الطريقة أو الآلية اللي هو بيشتغل بيها. فالجملة بالنسبة لي كانت مستفزة، يعني إيه أستثمر في تطوير ذاتي؟ ما أنا لما أستثمر في تطوير ذاتي وأدفع مثلا تمن اشتراك الجيم أو تمن الكورسات اللي هاخدها، أو مصاريف في الجامعة أو مصاريف المدرسة بتاعتي، فأنا كده الفلوس ضاعت، هي فين الفلوس اللي زادت؟ لكن مع الوقت أدركت إن النصيحة دي كانت صح يعني، وإن الجملة اللي كانت مستفزاني هي أكتر جملة صحيحة أنا سمعتها في عالم الاستثمار. طبعا إحنا في بداية حياتك أنت ما تعرفش أي حاجة، وبالذات لو أنت كنت حد ملوش علاقة قوي بالمجال المالي في فترة دراسته الجامعية أو حتى المدرسية أو ما قراش عنه يعني. فأنت معلوماتك مثلا عن الاستثمار في حاجات زي الذهب زي العقارات زي الكلام ده كله، ده لو يعني كانت فلوسك أصلا تجيبها محدودة، وبالتالي ريسك إنك تدخل في حاجات شبه دي كبير كبير جدا يعني. لكن الاستثمار في تطوير ذاتك هو أحسن حاجة أنت ممكن تعملها. فهناخد مثال، أنت مثلا لما اتولدت لو كبرت لحد لما وصلت 9 أو 10 سنين وحد قرر يشغلك، فأنت بالنسبة له مجرد طفل عنده 9 أو 10 سنين، يعني كتر خير الدنيا لو كان عندك مجموعة من المهارات أصلا تخلي الراجل حتى يوافق يشغلك في المكان، إنك تلمع المكان مع كامل احترامي يعني. بعد فترة بتتقدم في التعليم المدرسي بتاعك وبتكون حصلت على شهادات مختلفة، سواء كانت الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، فالفاليو بتاعتك بدأت تعلى. صحيح أنت ما تقدرش تشتغل مثلا بمرتب وقدره، ولكن يعني أنت بقى عندك مجموعة دلوقتي من المهارات، بقى مخك أحسن في التفكير. أكيد طريقة تفكيرك بعد ما خلصت مرحلة الإعدادية مش زي لما خلصت المرحلة الابتدائية. وهنا ناس بتتكلم عن فكرة بس إن النضج مرتبط بالعمر أو إن أنت بتكبر، الحقيقة إن ده مش صحيح. لان انت لو انا حبست طفلين مثلا، طفل خلاص اتحبس في بيئة ما بيتعلمش فيها اي حاجة هيفضل حتى وهو عنده 25 سنة وهو بنفس العقلية الطفولية اللي كانت عنده. الطفل التاني انا حبسته مثلا في مدرسة وكان بيتعلم وبيعيش الحياة اللي هي اللي احنا بنعيشها، فهو اكيد عقله هينمو، وبالتالي الفاليو بتاعتك بتزيد. غير برضو لما تروح مخلص حاجة زي الكلية ويكون معاك شهادة جامعية في مجال ما، فانت بتقبض فلوس نظير ان انت دارس المجال ده وعندك خبرة فيه. فده نوع من انواع الاستثمار. فبالتالي انت لما تيجي تبص يعني لو قررت انك تشتغل في كل فتره من حياتك، فوانت بتشتغل مثلا في الفتره الابتدائيه ممكن يعني يدوك يوميا 20 30 جنيه مثلا، يعني انا بقول مثال. ولو قررت انك تشتغل بعد المرحله الثانويه فانت اوريدي عندك مجموعه من السكيلز ممكن تخليك تشتغل حاجه يعني بشكل معقول، فتاخد مرتب حتى لو المرتب ده ملوش اي لازمه ولكنه ستيل مرتب. طيب في برضه ممكن تشتغل بعد المرحله الجامعيه، فهنا انت الموضوع مختلف خالص، انت عندك خبره في مجال معين حتى لو بشكل اكاديمي او نظري، ولكن انت عندك خبره في المجال ده تقدر تبني عليها في المجال العملي. آه فده يعني بيعلي من القيمه بتاعتك انت. فلو انت بتقبض مثلا النهارده 2000 جنيه واشتغلت على تطوير ذاتك،
كل واحد أدرى طبعا هو يطور من نفسه ازاي في الكارير أو في المجال اللي هو شغال فيه. فالقيمة بتاعت مرتبك هتعلى، وبالتالي ده نوع من أنواع الاستثمار. إن أنت كنت بتاخد مثلا 10,000 جنيه، اشتغلت على نفسك فخدت بروموشن، بقيت بتاخد 15,000 جنيه أو حتى 20,000 جنيه. ودي زيادات مأهولة في أرقامها وفي نسبتها بالنسبة للاقتصاد نفسه، لأن الاقتصاد نفسه مستحيل تكون في نوع تجارة تجيب لك الحاجات دي، لأن أنت لما أصلا بتجيب 20% أو 25% أرباح في عالم التجارة، ده يعتبر رقم وممكن أصلا يعمل لك تمثال كرجل اقتصاد يعني. لكن الاستثمار في تعليم وتطوير ذاتك ممكن يعمل لك النسب دي وأكتر يعني. لأن وقتها أنت مثلا بتشتغل في شركة معينة، هما اللي بيحددوا هيدوا لك كام. ممكن لما تعلى أصلا بتبقى الشركات بتطلبك أنت بالاسم، وأنت اللي بتحط السالري المناسب بالنسبة لك. فدي حاجة مهمة إنك تكون مدركها يعني. فلما انت تصرف فلوسك في ان انت تروح الجيم، ده بيطور من صحتك وبيخلي المود بتاعك احسن، بيخلي الانتاجيه بتاعتك احسن، بيخليك مركز في شغلك، بيخلي عندك ثقه في نفسك، بيحميك من مشاكل الاكتئاب وان انت تقعد في بيتك وبالتالي تضيع على نفسك فرص كتير. فده مش استثمار بيخسر ابدا. ان انت تستثمر في التعليم بتاعك سواء الجامعي او المدرسي وخلافه، طبعا من ان انت تاخد كورسات او تطور من ذاتك، فده مش استثمار بيخسر ابدا. ومش معناها ان انت صرفت مثلا جزء من مصروفك او حتى مصروفك كله، باعتبار ان انت دلوقتي مش ملزم قوي بمصاريف يعني، فكده فلوسي ضاعت. بالعكس خالص، انت بتتطور بشكل مجنون يعني، وبتفتح لنفسك فرص جديدة في كل مرة. انت بتتعرف على ناس، بتتعرف على شركات جديدة في المجال بتاعك، بتبقى الناس اللي انت شايف ان هم في خانة تانية، كل ما تفتح مثلا حاجة زي السوشيال ميديا، فاللي هو احنا فين والناس دي فين، لا انت بتوصل لهم. الناس دي ما وصلتش كده بالسحر، الناس دي وصلت كده بانها بتتعلم وبتطور من ذاتها. هم ستيل في الاول وفي الاخر بني ادمين زيهم زيك، وعندهم تقريبا نفس القدرات، في فاريشن، ولكن هو وصل لهنا بانه اتعلم وبذل مجهود في الحاجه اللي هو بيعملها. وبس كده، دي كانت النصيحه بتاعت النهارده. اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم، وبشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.